ازيكم؟ معاكم الشيف بطوطة. النهاردة بقى هنعمل الجبنة الموتزاريلا في البيت بكل سهولة. الجبنة الموتزاريلا دي على طول بنشتريها مغشوشة من بره، فانا قررت ان انا اعملها في البيت، وما شاء الله طلعت ناجحة جدا. واكتشفت ان احنا ما بناكلش اصلا، كل اللي بنشتريه من بره ده مش جبنة ولا ليه اي علاقة باللبن. اول حاجة عندنا انا هعمل 5 كيلو لبن، فكل كيلو لبن بياخد معلقتين كبار خل، وبندوبهم على مية. اللبن طبعا لازم يكون فريش، مش لبن مبستر. تمام. هنجيبه ما بنغليهوش اللبن، وهو على طول بعد ما جبته اهو حطيت عليه الخل بالمية وبقلب تقليب سريع زي ما انتم شايفين كده. دلوقتي بقى هنرفعه على نار متوسطة الحرارة لحد ما يبقى درجة حرارته 36، علشان نقدر نحط المنفعة. ثانيا المنفعة ضرورية، انا جربت كل الطرق، لازم المنفعة. المنفعة دلوقتي متوفرة، وممكن تكتبوا على النت سيرش هتطلع لكم على طول هي بتتباع فين. خلاص هنحط بقى دلوقتي المنفعة. طبعا مقدار المنفعة بيبقى كل نوع انتوا بتشتروه مكتوب عليه المقدار بتاعه، بتقلبوها على مية وتحطوها. هنغطي بقى اللبن بتاعنا ونسيبه لحد ما يروب. لمن يعني هو خد معايا ساعة الا ربع، لان الجو اصلا كان حر. فاهو دلوقتي هنرفعه على نار هادية لحد يعني ما تزيدش عن درجة حرارة 40. هنبتدي نقلب الجبنة من فوق لتحت. الترمومتر ده رخيص جدا، ده ب50 جنيه، تجيبوه تعملوا بيه عشان هنصنع جبن كتير، فأحسن لكم بكتير من اللي انتوا بتشتروه من بره. كده الجبنة اتجمعت معايا اهي. بصوا درجة الحرارة انا محافظة عليها انها تبقى ما تزيدش عن 40. هنشيلها بقى في مصفى ونصفيها. هنغطيها ونصفيها لتاني يوم، مع مراعاة ان احنا نحطها في التلاجة لان الجو حر. لو الشتاء اوكي هتسيبوها بره، لكن احنا لسه الجو ما سقعش قوي فهحطها في التلاجة. دلوقتي طلعت بقى ماسكه نفسها وصفت ميتها، بصوا متماسكه ازاي. هقطعها مكعبات صغيره بالشكل ده. عندنا بقى طاسه تبقى تيفال، ماشي. هنحطها على النار، النار تبقى حطيت انا ميه مغليه درجه الحراره 70. وبعد كده ببتدي انزل انه اهدي النار شويه. بصوا بحط بقى مكعبات الجبنه، هي بتبتدي تعمل معايا خيوط ازاي. بلفها بقى بسرعه، ايدي فيها على طول. اول لما ابتدي احس انها كده والميه درجه حرارتها زادت عن 70، بشيلها من على البوتاجاز. تمام. اهو بصوا شلناها بقى من على البوتاجاز بمعلقتين خشب، ودي احلى حاجه معالق الخشب. ببتدي اجمعها كده لان الجبنه سخنه وايدي مش هتستحملها، فببتدي بدل ما اعجنها على ايدي بلفها على المعلقتين الخشب بالشكل ده، امطها والفها عليها. بصوا المطه ممتازه، بصوا الجبنه خرافيه بصراحه. ببل ايدي بقى في ميه بتلج، طبعا لازم ابقى محضره عندي ميه بتلج جنبي، ابل ايدي فيها واجمعها. ودلوقتي هي اتجمعت معانا اول كوره، هحطها في الميه اللي بتلج على طول عشان اوقف السوا بتاعتها. هحط بقى بقيه مكعبات الجبنه عندي، وهنرفعها برضو على النار، ونحافظ على درجة حرارة الجبنة عند ما تزيدش عن 70 درجة مئوية. تمام. مع التقليب بقى السريع كده. بصوا ما شاء الله تحفة. طبعا دي الكمية دي كانت اكبر من اللي عملناها اول مرة. انا حبيت اوريكم الكمية صغيرة والكمية كبيرة. احنا كمبتدئين لو اول مرة اعملها لا اعمل قطعة صغيرة، علشان الكبيرة هتبقى اصعب. برضو بصوا بلفها ما شاء الله بتمط معايا ازاي. هي دي الفكرة بتاعة الجبنة الموتزاريلا، ان احنا بنشغلها زي العجينة. تمام. هنبتدي بقى اهو على برضو على المعلقة الخشب، وببل ايدي بالمية اللي بتلج، وبالشكل ده هي بتبقى كرة ناعمة معايا. انا بقى طبعا بشيلها من البوتاجاز اول لما بتوصل انها تسيح ودرجة الحرارة خلاص هتعلى على البوتاجاز، فبشيلها خالص وبكمل شغل فيها. ممتازة. دلوقتي بقى عندنا مية من الفلتر، لازم تبقى مية مفلترة، هحط فيها ملح خشن
وهحط فيها كور الجبنة الموتزاريلا لمدة نص ساعة. هي ما بتبقاش مالحة قوي، بس انا عشان تبقى فيها سنة. ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم، واحفظوا الوصفة كويس عشان هعمل لكم وصفات كتيرة ان شاء الله من الجبنة الموتزاريلا دي. وما تنسوش اللايك والاشتراك، ونتقابل في وصفة جديدة مع الشيف بطوطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.